الخردة دي ويدخلوها على أجهزة أشعة وسكانر تكنولوجي عالي جدا علشان يشوفوا إيه اللي جواها. وهنا كانت المفاجأة اللي هتغير التاريخ المكتوب في الكتب. دي ما كانتش خردة، دي كانت آلة ميكانيكية عبقرية، جهاز معقد بشكل مش طبيعي، جواه أكتر من 30 ترس برونز متصنعين بدقة متناهية، دقة مستحيل تكون موجودة في الزمن ده. الآلة دي اللي بقى اسمها ماكينة أنتيكيثيرا كانت ببساطة أول كمبيوتر ميكانيكي عرفته البشرية. طب المكنة دي كانت بتعمل إيه؟ بمنتهى البساطة بتلف مقبض صغير فيها وتدخلها أي تاريخ، وهي بشغل التروس المعقد ده كانت بتحسب لك بالملي مكان الشمس والقمر في السماء يومها، شكل القمر إيه، بدر، هلال، تربيع، وأماكن الكواكب الخمسة اللي كانوا يعرفوها. والمصيبة الأكبر كانت بتتنبأ بالكسوف والخسوف بدقة خض. ده غير إنها كانت مظبوطة على مواعيد الأولمبيات اللي بتتعمل كل 4 سنين. الاكتشاف ده نسف كل اللي نعرفه عن اليونانيين القدماء. دول ما طلعوش فلاسفة ورسامين بس، دول طلعوا مهندسين وعلماء وصلوا لمستوى من التكنولوجيا المفروض إنه ظهر بعدهم بأكتر من 1500 سنة. ده معناه إن في حلقة كاملة مفقودة في تاريخ العلم، في علوم ومعارف راحت في الرجلين وضاعت في حتة ما في التاريخ. والسؤال اللي سابته المكنة دي ومحير العلماء لغاية النهاردة، لو دي كانت مجرد آلة واحدة لقيناها صدفة في سفينة غرقانة، ومال في كام اختراع جبار زيها لسه مدفون تحت الرمل أو غرقان في قاع بحر، أو يمكن ضاع من إيدينا خلاص.